لان هاد المسترزقين هادو ما عارفينش راسهم باللي راهم كيدمروا الاقتصاد ديال المغرب وكيدمروا المستقبل ديال المغرب، وكذلك كيساهموا بواحد الشكل كبير في البطاله اللي وصلت لاكثر من 20%. لان هذا المستثمر هذا سواء كان اجنبيا او لا كان ابن البلد جاي من الخارج يعني مهاجر ورجع بلاده باش يستثمر فيها، هاد المكلخين ما كيعرفوش بلي هاد الناس هادو هما اللي يقدروا يكونوا محرك للاقتصاد المغربي، وكذلك محرك لبزاف ديال الحوايج. وقيل ما في خبارهمش باللي الشركات المتوسطه والصغيره هي اللي كتعتمد عليها الشركات عظمى وشركات كبرى في اوروبا، ماشي الشركات المجهوله الاسم ولا الشركات العالميه. لان اللي كيعطي الضرائب واللي كتستافد منه الدول هي الشركات المتوسطه والشركات الصغيره، كتخلص بزاف ديال الضرائب، كتخدم عباد الله وكتحرك الاقتصاد. اما الشركات الكبيره راه ما كتخلص لا ضرائب لا والو، بالعكس كتفرض الوجود ديالها وكتقلب على محفزات ضريبيه كبيره وكتضغط على الدوله، والا ما بغاتش الدوله كتقول لهم حنا غنجمعوا قلوعنا. حيت كيخرجوا شي مربعين الراس كيقول لك وحنا جبنا رونو نيسان وجبنا شركات عالميه كبيره ديال الطيران كتصنع اييه، ولكن هذيك الشركات راه ما كتدورش الفلوس بلاد، داكشي اللي كتربحو راه كتخلص فيه برا اولا كتحولوا برا، ما كتخليلكش بلاد انت تحركو. اللي كيبقاو هما الشركات الصغيره والمتوسطه، اما الكبيره راه عارفه اش كدير وحاسبه حساباتها. وهذيك الشركات الكبيره الا جات عندك وتانستالت عندك راه لان لقات حوافز ضريبيه، ولقات الارض فين غتبني المصنع ديالها بفابور، ولقات العماله تقريبا فابور. علاش غتجي عندك؟ غتجي عندك على سواد عيونك. فخلاصة القول اللي خص يفهموا هاد المسترزقين هادو اللي حاطيننا في الاداره وحاطين في المحاكم كيخربوا الاقتصاد ديال المغرب، خصهم يفهموا باللي الشركات الصغيره والمتوسطه هي اللي كتحرك البلاد، وخصهم يوقفوا من هاد التصرفات الصبيانيه اللي كتخلي الناس تهرب من البلاد وتمشي لدول اخرى. ولان للاسف الشديد حتى واحد ما بقى كيفكر في المستقبل ديال البلاد، كلشي كيفكر في مستقبل جيبو ولادو، بحال ولادو غيعيشوا في شي دوله اخرى ما غاديش يعيشوا في هاد الدوله هادي.